بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدي قنوات شبكة الاعلام العراقي، نحييكم اجمل تحية ونعود مرة اخرى على مستوى المباريات النهائية، وهذه المرة لتحت 14 عام فئة البراعم، وليلة الختام ليلة التتويج ما بين القوة الجوية بألوانها الزرقاء وما بين فريق الكاظمية بألوانها البيضاء. تنطلق صافرة الطاقم التحكيمي بقيادة حكم الساحة وفي عزة ويساعد هارون رشيد، وهذه انطلاقة لمصلحة فريق الكاظمية. وأول الدقائق هنا التهديد الأول، وحارس المرمى عبد الرحمن كريم هو من يتصدى لهذه الفرصة. للتو نعطيكم تفاصيل ومعلومات اللقاء، لكن قرر فريق الكاظمية بأن ينطلق ليهدد أول تهديد، لكن الكرة تصدى لها حارس المرمى عبد الرحمن كريم، وبذلك مرت وتحولت إلى ضربة ركنية. سنوافيكم بكل التفاصيل، لكن بعد هذه الكرة العالية اللي تحولت إلى خارج الملعب، بداية قوية، بداية مشتعلة بقيادة مدرب الفريق عباس جميل، مدرب فريق الكاظمية اللي يبحث اليوم عن لقب مهم جدا على مستوى هذه الفئة العمرية. هذا المشاهدين متابعينا، نتمنى بأن تشاهدون مباراة مليئة بالأثارة ومليئة بالمتعة، والكل يترقب وينتظر بعدما شاهدنا الفرق اللي وصلت للمباريات النهائية على مستوى كل الفئات العمرية تحت 21 عام اللي توج بها فريق الميناء على حساب أمانة بغداد، وبعدها الميناء أيضا تحت 16 عام القوة الجوية وضع بصمة أمام الميناء وانتصر بالدقيقة 88 بالدقيقة القاتلة، سجل فريق القوة الجوية. وهنا الفرصة الثانية من البداية الفرص تضيع على فريق الكاظمية. ننتظر الآن مرة ضغط عالي من بداية أحداث اللقاء، وبعد ذلك مرت إلى خارج الملعب. نوافيكم الآن بتفاصيل اللقاء، لم يعطونا الكاظمية المساحة. إذن بحراسة المرمى لفريق القوة الجوية عبد الرحمن كريم، بالخط الدفاعي حيدر عباس محمد وعباس حسن، ومن الطرف الأيمن أمير علي، بخط المقدمة أو بمنتصف الملعب أحمد هشام وحسين بلال وموسى مهدي. أما خط المقدمة بقيادة كرار مشتاق ومحمد زياد وإدريس عادل. ولاحظ إدريس عادل هو هداف الفريق برصيد 15 هدف، وثاني هدافين الفريق هو كرار ميثاق برصيد 14 هدف. إذن الكرة الآن تصل لفريق القوة الجوية، تمريرة من الطرف الأيمن لكنها مرت والراية موجودة. وهنا أيضا تشكيلة فريق الكاظمية، حراسة المرمى عباس حازم، الخط الدفاعي كرار محمد من اليمين، أمير عباس من اليسار، عبد الله مالك وعباس نعيم قلبي الدفاع. أما بالارتكاز أحمد حسين، علي هشام، محمد صادق، وبخط المقدمة مؤمل علي، مصطفى هيثم ومصطفى أحمد. هداف الفريق مصطفى هيثم اللي كان قريب جدا أن يسجل أول أهداف اللقاء، صاحب ال 16 هدف حتى اللحظة بالدوري تحت 14 عام. فئة البراعم تأهلوا على حساب فريق الزوراء بعد الانتصار بنتيجة 2-1. نتكلم عن فريق الكاظمية، وهنا الأحداث اللي بدأت تشتعل ما بين الفريقين. الكاظمية يريد اللقب، والقوة الجوية يريد أن يبرهن نفسه وأن يتحصل على ثاني ألقاب الفئات العمرية هذا الموسم، موسم 2024-2025. والكرة اللي تصل الآن بمنتصف الملعب بالكعب، تصل على اليمين، استلام ودوران ممتاز. موسى مهدي يغير اللعب لزميل الآخر من اليسار. الآن عباس تغيير اللعب للرقم 10 كرار ميثاق، تمريرة ذكية لكنها اصطدت وعادت، وبعد ذلك من الجهة اليسرى البحث عن حارس المرمى اللي يلعب بالنار، والكاظمية جول أول الأهداف، وعن طريق الهداف هو الذي يعرف طريق المرمى يسجل. نعم، مصطفى هيثم، أول أهداف اللقاء، أول لحظاتها، نعم أول دقائق اللقاء سجل من خلالها فريق الكاظمية بخطأ فادح ارتكبه حارس المرمى عبد الرحمن كريم. ومصطفى هيثم لم يكذب خبر مصطفى هيثم يعطي البصمة الأولى ويسجل الهدف الأول تحت فرحة جماهيرية وعاشقين الكاظمية المتواجدين بهذه الأمسية. هدف مقابل لا شيء، الهدف صحيح احتسب نعم،
والنتيجة الآن 1-0 لفريق الكاظمية. قوة جوية يريد الخروج من هذا الضغط اللي بدأ أبناء المدرب عباس جميل، انطلقوا وقدموا لحظات أولى صعبة ووصلوا لأكثر من مناسبة وهددوا مرمى الحارس عبد الرحمن كريم، وبذلك سجل من خلالها فريق الكاظمية عن طريق هداف الفريق اللي أصبح برصيده بعد هذا الهدف 17 هدف، يعني 17 هدف في هذا الموسم، رقم جدا مميز. هنا التسلل الحاضر بالنسبة إعادة تنفيذ الكرة على ما يبدو القوة الجوية بعد تلقي الهدف الأول اللي سجل اللاعب مصطفى هيثم. إذن عودة لأحداث اللعب، وماذا سيفعل فريق القوة الجوية من أجل عودة والتعادل بالنتيجة وعودة الروح وعودة الثقة في قلوب اللاعبين. نوعا ما المباراة لا زالت في بدايتها، نذكركم بأن الشوط اللقاء هو 35 دقيقة. هنا عملية السحب والصافرة من حكم اللقاء وفي عزت والحديث اللي لا زال. إذن مخالفة يؤكدها. مخالفة يؤكدها حكم اللقاء وفي عزت لمصلحة فريق الكاظمية، وبذلك الحديث الآن والتنفيذ الآن لمصلحة فريق الكاظمية المتقدم بفارق هدف على التنفيذ. وهنالك لاعب مستلقي على أرضية الملعب. سلامات اهدأوا يا شباب. حكم اللقاء وفي عزت أيضا هو من يحاول تهدئة الأمور، وبذلك مخالفة لفريق الكاظمية على التنفيذ من هذه المسافة البعيدة. يجرب حظه والكرة إلى خارج الملعب لحارس المرمى عبد الرحمن كريم. هدف مقابل لا شيء. نتيجة اللقاء هدف مقابل لا شيء، وفريق القوة الجوية يمني النفس من أجل العودة من أجل التعادل، لكن لا زال هنالك أوقات كثيرة. هذه الكرة تصل لكرار محمد يخسرها أمامه. كرار ميثاق المهارة والتمريرة، لكنها مع تدخل قائد الفريق عباس نعيم. القائد عباس نعيم بالرقم 5 هو من شتت الخطر، هو من أبعد الخطورة بالكرة الماضية، وبذلك رمية جانبية من الطرف في الأيسر تنفذ بصورة سريعة الآن. عملية إيجاد المساحة وخلق الحلول، لكن لا زال فريق القوة الجوية يبحث عن أي ثغرة، عن أي حلول بهذه اللحظات. كرة من الطرف الأيسر الآن، لا زال الصراع البدني وصافرة وفي عزت تحضر بهذه اللحظات. الأيام الماضية، الأيام القليلة اللي مرت، شاهدنا كل نهائيات الفئات العمرية، لكن متبقي بطولة كأس العراق ستنطلق بعد أيام قليلة لاستئناف الدور الربع النهائي. بعد 4 أيام بإذن الله تعالى ستشاهدون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي الناقل الحصري لبطولة كأس العراق مواجهات ستجمع فرق عريقة. لكن خلينا هنا بالفئات العمرية، خلينا نتكلم عن هذه الفئة اللي هي جيل المستقبل، مستقبل منتخباتنا الوطنية، مستقبل أنديتنا، دور النجوم العراق وحتى الدوريات الممتازة. وهنا الكرة اللي اصطدت وغيرت مسارها وبالأخير بأحضان الحارس عباس حازم. نتكلم بالأرقام، كلا الحارسين من أفضل الحراس هذا الموسم، قدموا أداء مميزا، وبالتأكيد عبد الرحمن كريم هو أقل حارس تلقيا للأهداف، حارس فريق القوة الجوية عبد الرحمن كريم، لكن اليوم تلقى هدف بهذه المباراة وهدف مبكر. وهنا لاعب يسقط على أرضية الملعب بالسلامة، اللاعب علي هشام هو من يسقط بهذه اللحظات. نتمنى أن تكون إصابة طفيفة وأن ينهض من أجل المتابعة، لا نتمنى مشاهدة أي إصابات بهذه المباراة، بالأخص هؤلاء الصغار أمامهم إجازة طويلة من أجل الراحة، نهاية الموسم اليوم الليلة والمباراة الأخيرة. وبعد ذلك نتكلم عن فريق الكاظمية اللي تأهل على حساب فريق الزوراء بنتيجة 2-1، وبالنسبة لفريق القوة الجوية اللي تأهل على حساب فريق مصافي الجنوب بنتيجة 2-1. يعني نتائج تعتبر جيدة. نتكلم بالأرقام بالإحصائيات، نتائج الفريقين جيدة بالفترة الماضية. يعني فريق الكاظمية بالمباراة السابقة أمام الزوراء فاز
2-1 قبلها امام غازي الشمال فاز 3-0، وبالمباراة اللي قبلها فاز على فريق امانة بغداد بنتيجة 5-0. ارقام مميزة للكاظمية. اما بالنسبة للقوة الجوية اللي فاز ايضا بخماسية على نادي الغراف. وبالحديث عن نادي الغراف، فريق الغراف للخط الاول تأهل في الليلة الماضية الى دوري نجوم العراق برفقة فريق الموصل، ضيف جديد يضاف الى سلسلة دورينا دوري نجوم العراق. مبارك لاهالي الناصرية واهالي الموصل على هذا التأهل المستحق. اذا عودة لاحداث اللعب واستئناف اللقاء. تنفذ هذه الكرة بهذه اللحظات. فريق الكاظمية هل يكتفي بهذا الهدف اليتيم والقوة الجوية؟ هل تحاول من أجل العودة، من أجل التعادل؟ كل شيء وارد، لننتظر ونشاهد. كرة بالإبعاد الآن إلى رمية جانبية على التنفيذ. لحظات صعبة تعتبر على الكتيبة الزرقاء. قوة جوية، هذا النادي العريق أقدم الأندية اللي أسست على مستوى دورينا 1930. ثاني أقدم نادي هو فريق الميناء بعد بأشهر قليلة. نتكلم عن تاريخ عريق، تاريخ طويل، أسماء قدمت وخدمت هذا الفريق من البداية، منذ نعومة الأظافر حتى الكبر وحتى النجومية. هنا حكم اللقاء الكابتن وفي عزت. عملية الاطمئنان على سلامة اللاعب. سلامة سلامات. ينهض من أجل استئناف اللاعب، من أجل المتابعة. دقائق لا زالت تمر من شوط المباراة الأول، ولا زال التقدم لصالح فريق الكاظمية. تنفذ الكرة من الطرف الأيمن، بعد ذلك العودة بالرقم 8. استلام الآن حسين بلال وكرة اصطدت الأقرب زميله بالرقم 2 هو اللي بحث من خلالها أن يصل، لكن طالت عليه بالكرة الماضية. وبعد ذلك الكرة إلى رمية تماس، رمية جانبية. حديث الآن نشاهد أيضا توجيهات حاضرة من المدربين. نتكلم عن الكابتن ثائر صبار المتأخر بالنتيجة حتى اللحظة، والكابتن عباس جميل المتقدم بهدف سجل اللاعب مصطفى هيثم بأول لحظات اللقاء. وهنا أيضا ملعب نادي أمانة بغداد اللي يحتضن هذه المباراة النهائية. وصول بعض الجماهير وبعض العاشقين والمؤازرين لزملائهم أو لأصدقائهم. جميلة كرة القدم بهكذا أعمار، بهكذا فئة، ينتظرهم مستقبل طويل. نتمنى الموفقية لكل اللاعبين الموهوبين اللي يمتلكون الموهبة. هذه كرة من اليسار، هذا كرار ميثاق ثاني الهدافين، والتسديدة والحارس ولا زالت، لكنها طالت. القوة الجوية كانوا قريبين من تعديل النتيجة، ولا زالت المحاولة الآن. بدأ يتحرك الموج الأزرق. هذا كرار ميثاق اللي يحاول بهذه اللحظات مقطوع الكرة عن طريق الخط الدفاعي. اللاعب علي هشام سنوات قليلة وتشاهدون الموهوبين بهكذا مباريات متواجدين بدورياتنا، بدوري نجوم العراق، بالدوري الممتاز، دور الدرجة الأولى، حتى من الممكن منتخباتنا الوطنية على مستوى الفئات العمرية سنشاهد بعض الموهوبين. أيضا الكرة اصطدت، والكابتن وفي عزت يتدخل ليعلن صافرة هنالك لمصلحة القوة الجوية بعد سقوط اللاعب عباس حسن ظهير الأيسر لفريق القوة الجوية. الأزرق متأخر بفارق هدف، ويبحث بأي طريقة من أجل إضافة هدف التعادل، لكن لا زال الوقت مبكرا أو لحديث آخر. ممكن أن يقدم فريق الكاظمية، ممكن يسجل هدف ثاني على التنفيذ الآن. مخالفة من الجهة اليسرى لفريق القوة الجوية. الكرات الثابتة، الكرات العالية. الله الكرات الثابتة هي الحل، وبذلك هنالك راية تتدخل الراية. هدف أبيض يلغى على ما يبدو. حديث لا زال. إذن عملية الاشتراك كما يؤكد الطاقم التحكيمي، وبذلك هدف أبيض. لا زال التقدم لمصلحة فريق الكاظمية. هدف مقابل لا شيء. هنا مرور، هنا تلاعب، هنا تسديد، والكرة اصطدت
بعد ذلك تغير مسارها من اليسار وتصل الآن للخط الدفاعي. أحمد حسين يلعب كرة عالية من اليسار، هنا التمريرة، هنا التحضير. مصطفى أحمد يحاول الوصول لكرته، لكن من هنالك لا زالت قائمة. الكاظمية أخطر نسبيا بالخطوط الهجومية، لكن افتكاك الكرة الآن، الافتكاك الآن، الانطلاق الآن، المحاولة لكن تأخر فيها، لا زالت لزميله بهذه اللحظات حسين بلال. عملية التحضير، عملية النقل، الآن الانطلاقة، ممكن هدف التعادل. هذا قرار ميثاق، يحاول لكن محاصر كرار. وهنا تشتيت الخطر، تصل لزميله بالخط الدفاعي، هذا عباس محمد إلى الآخر. هنا الكرة اللي تصل عالية من اليمين، الرأسية وين؟ لكنها طالت. عرضية جميلة بالنسبة للاعب عباس حسن، وبذلك الكرة إلى خارج الملعب لحارس المرمى عباس حازم. على التنفيذ كل يبحث. وأيضا نتكلم عن العاشقين والمؤازرين لنادي الكاظمية المتواجدين بأرضية الملعب. هنا الكرة عالية، 1-0، نتيجة غير كافية بالنسبة لي فريق الكاظمية. إن أراد الوصول، إن أراد التتويج، إن أراد اللقب، إن أراد أن يقف على منصات التتويج. وبذلك التمريرة تصل الآن، القوة الجوية يبحث عن إيجاد الثغرة، يبحث عن إيجاد الحلول، لكن هنا التكتلات الدفاعية، وكرة تصل معها صافرة موجودة بهذه الدقائق. وبذلك الكل لا زال يبحث، الكل لا زال ينتظر. هو حق مشروع أن تبحث عن التتويج، أن تبحث عن اللقب. هي مباراة نهائية، هي ليست مباراة عادية سيبحث من خلالها التتويج. نعم، حق مشروع. من بطل هذا الموسم؟ من هو بطل هذا الموسم؟ على التنفيذ الآن، الكرة العالية تلعب داخل منطقة الجزاء، والرأسية والإبعاد. وبعد ذلك الكرة لفريق الكاظمية. انطلاق الآن، صراع بدني، لكن يلعب بالنار اللاعب كرار محمد هو اللي يلعب بالنار بالكرة الماضية. وبعد ذلك نعم دخلنا بالدقيقة 17 المباراة الأول بهدف مقابل لا شيء لفريق الكاظمية. هنا الحديث اللي لا زال مع حكم اللقاء، كلام وسط احتجاجات وعتاب، لكن لن ينفع الحديث. صافرة انطلقت، يعني خلاص حسم الأمر، تحتاج تتكلم من حقك، لكن لن يتغير الأمر. بالأخير الحكم أعطى قرارا وبذلك هي مخالفة. هل يعود بنفس السيناريو حسين بلال، بنفس الكيفية ونفس الطريقة؟ هل يسجل أو لا؟ لننتظر. من هذه المسافة البعيدة، الكرة العالية ساقطة داخل منطقة الجزاء، وهذه المرة العارضة تتدخل لتحرم القوة الجوية من هدف التعادل. أي ضغط وأي وصول لأكثر من مرة، لكن لا زال الحظ يعاند أبناء الصقور. كرة لحارس المرمى الآن عباس حازم. استمرارية اللعب بهذه الدقائق، نوعا ما الأمور صعبة. نتكلم أيضا على مستوى حالة الطقس، الأجواء الحارة بالتأكيد سيعاني منها اللاعبين، لكنهم يقاتلون من أجل الشعار، يلعبون من أجل الشعار. الفريقين، فريق الكاظمية اللي يبحث عن لقب جديد، والقوة الجوية. هنا الانطلاقة بالنسبة لفريق الكاظمية، انطلاقة نحو الأمام من اليمين، لكن على ما أعتقد مرت إلى خارج الملعب. إذا انطلاقات الظهير الأيمن اللي يبحث أن يخلق المساحة. عودة الآن لمصلحة فريق الكاظمية. هذه كرة من أحمد حسين، عالية الكرة، أقرب لحارس المرمى عبد الرحمن كريم، هو اللي يستلم هذه الكرة. اي نعم تلقى هدف اليوم، لكن لا يجب أن ننسى جهده وتعبه في هذا الموسم. هو أقل حارس تلقى أهداف هذا الموسم، الحارس عبد الرحمن كريم، حارس مرمى القوة الجوية. كرة من اليمين، لكن بسالة وفدائية لاعبين الكاظمية لا زالت حاضرة بالخط الدفاعي، وبذلك القوة الجوية سيحاول من أجل الوصول بأي طريقة كانت. كرة من الجهة اليمنى تنفذ بالنسبة للقوة الجوية، بعدما كانت طريق اللاعب حيدر عباس مقطوع الكرة،
ليس هنالك صافرة. متابعة الكرة العالية وإلى خارج الملعب. يبحثون بأي طريقة للوصول إلى هداف الفريق اللاعب إدريس عادل اللي يمتلك برصيده 15 هدف، هو ثاني هدافين الدوري بعد اللاعب مصطفى هيثم اللي سجل اليوم هدفه رقم 17 بمرمى القوة الجوية. الكرة السريعة الآن بهذه اللحظات تصل من الطرف الأيسر لمصلحة اللاعب كرار ميثاق. كرار صاحب 14 هدف. تصل الكرة الآن وبذلك عودة مرة أخرى. صراعات بدنية وقوة جسمانية وتدخلات قوية، وكل منهم يحلم. نعم، كل لاعب لديه حلم، كل لاعب لديه رغبة، كل لاعب يبحث عن تتويج في بداية مسيرته. وهنا الكرة بخارج القدم ملعوبة على اليسار وتشتيت الخطر والتدخل. هذا المدافع اليوم اللي يقدم أداء ممتاز، اللاعب كرار محمد يقدم أداء دفاعي جدا ممتاز بهذه المباراة. رمية تماس الآن تنفذ بصورة سريعة للاعب كرار ميثاق. حالي الكرة بعد ذلك تصل بالنسبة للاعب برقم 9 مؤمل علي، يتركها إلى زميله برقم 6 هنالك علي هشام. نقل اللاعب بوسط الملعب. هنا عملية البحث عن المساحة لكن صافرا تواجدت من اللاعب أو من حكم اللقاء عفوا وفي عزت قريب من كل الحالات. مباراة نهائية، مباراة ختامية للدوري العراقي تحت 14 عام لفئة البراعم. قوة الجوية يبحث عن لقبه الثاني على مستوى الفئات العمرية هذا الموسم بعد تحقيق انتصار بهدف مقابل لا شيء على فريق الميناء. نعم، الفئات العمرية دائما تبحث أن تكتب قصة جديدة، أن يكتب تاريخ جديد. سنوات تمر وأيام تنقضي والبطل يبقى محفور اسمه بسجل تاريخ. وهنا الصافرة بعد ذلك الراية تواجدت وإلى مخالفة. أجواء هادئة بعد الهدف الوحيد اللي شاهدناه ببداية أحداث شوط المباراة الأول. أجواء هادئة حتى اللحظة. القوة الجوية واضحة نواياهم، يبحثون عن الوصول لإضافة هدف التعادل. أما الكاظمية يريد أمام خيارين، يعني يبحث أن يحافظ على هذا التقدم ويبحث بالجهة المقابلة أن يسجل هدف ثاني من أجل الاطمئنان. هكذا أراد. كرة سريعة تلعب بهذه اللحظات وهنا تشتيت الخطر ويبحث من خلالها الجوية أن يسيطر على أحداث اللعب، لكن هنا كرة تصل من الطرف الأيمن. عودة بمنتصف الملعب. القوة الجوية، شوف المهارة، شوف التمويه الجميل، شوف الانطلاق الآن عن طريق اللاعب عباس حسن. نقلة لا زالت من الجهة اليمنى وبعد ذلك تغادر أو لا لم تغادر لا زالت حاضرة داخل المستطيل الأخضر. فريق الكاظمية اللي يلعب على الأطراف، شاهدنا خطورة من الجهة اليسرى والآن بدأ يحول الكرة من الجهة المقابلة. وهنا بالحديث عن الأطراف، بالحديث عن السرعة، راح الغزال انطلق كالسهم ويبحث، لكن عملية الإبعاد انطلاقة ممتازة عن طريق اللاعب علي هشام. انطلاقة مميزة عن طريق اللاعب علي هشام. بذلك كولينج بريك، التوقف للتبريد. كولينج بريك بسبب أجواء الطقس الحارة، أعطاء فرصة للاعبين للشعور بالراحة نوعا ما والتقاط الأنفاس وشرب المياه. ننتظر الآن. هذا الحديث أيضا موجود ويتلقون التعليمات. تلقي التعليمات من كلا المدربين، الكابتن ثائر صبار والكابتن عباس جميل، وهي فرصة أيضا لتلقي التعليمات وأيضا شرب المياه، التقاط الأنفاس، وبعد ذلك سنعود لاستئناف اللعب. كولينج بريك. فريق القوة الجوية المتأخر بهدف نظيف سجل اللاعب مصطفى هيثم، وفريق الكاظمية سيحاول بأي طريقة أن يسجل هدف ثاني. حق مشروع لكل الفرق
أن تبحث عن إضافة الأهداف. هي مباراة نهائية، ليست مباراة تحصيل حاصل، وليست مباراة 3 نقاط، وليست مباراة إقصائية. هي مباراة تتويج، مباراة لقب، مباراة مركز أول ووصيف، مباراة ذهب وفضة. من سيكون البطل اليوم ومن يكون عريس هذه الأمسية ومن يكون الوصيف؟ لننتظر ونترقب لحظات ثم العودة لاستئناف اللعب. دخلنا بالدقيقة 25، 10 دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول. لحظات ثم العودة لاستئناف اللعب. وفي عزة هدف مقابل لا شيء لمصلحة فريق الكاظمية بإمضاء اللاعب مصطفى هيثم، هداف الفريق اللي وصل لهدف رقم 17 هذا الموسم بهدف اليوم بالمباراة النهائية بعد خطأ كان من حارس المرمى عبد الرحمن كريم. إذن عودة لأحداث اللاعب الآن. حكم اللقاء وفي عزة يعطي الأمر باستئناف اللعب، وبذلك الكرة من اليمين بالنسبة لفريق الكاظمية. تبدل الرمية الجانبية لتصل لمصلحة فريق القوة الجوية الآن على التنفيذ. كرة من الجهة اليمنى ستنفذ بهذه الأثناء. فريق الكاظمية متمركز بصورة جيدة بالأخص بالخطوط الدفاعية، لا يريد أن يتلقي الأهداف. الكرة لا زالت لم تغادر بعد. أحمد حسين هو من يستلم هذه الكرة، وبذلك إلى رمية تماس. رمية جانبية الآن. أيضا حديث موجود مع حكم اللقاء، وأيضا توجيهات من كلا المدربين حاضرة بهذه المباراة. أجواء تعتبر صعبة، لاعبين صغار نعم بداية مسيرتهم، يحتاجون إلى الخبرة، يحتاجون إلى مباريات كثيرة، لكنهم يقدمون نوعا ما أداء ممتازا حتى هذه الدقيقة. هنا تدخل وهنا الصافرة، وفي عزة يؤكد المخالفة بهذا التوقيت، وبذلك الكرة لمصلحة القوة الجوية. هذا هو رقم 19 عباس حسن، متخصص لتنفيذ الكرات الثابتة. عباس حسن على التنفيذ بهذه اللحظات. عباس حسن والكرات العالية اللي تحولت إلى داخل منطقة الجزاء ولا زالت المحاولة، وبذلك الكرة من اليسار الآن. انطلاقة بالكعب جميلة، هيئها مهدها وانطلاقة. تدخل على اللاعب أحمد حسين بالرقم 45، وهو اللي يتحصل على هذه مخالفة بهذا التوقيت. وبذلك الكرة تصل الآن بانطلاقة لا زالت قائمة الآن، والبحث عن المساندة والزملاء، لكن الأماكن والمساحات نوعا ما أصبحت مغلقة، والقوة الجوية يبحث عن ردة الفعل. تمويه مميز وتحضير على اليمين، انطلاقة نحو الأمام للبحث عن خلق المساحات، خلق الحلول، لكن الكرة أصبحت على اليمين. لا زالت الآن تمريرة سريعة بهذه اللحظات تصل للقوة الجوية. شوف واضح النوايا فريق الكاظمية، حتى هم متراجعون. أعطى الكرة للقوة الجوية، أعطاهم الكرة وخلاه يستحوذ وغلق المنافذ الدفاعية، والكرة لا زالت من اليسار الآن. تحضير حاضر ودوران من أجل الوصول إلى الكرة. هنا شوف الجهة اليمنى أكثر من 6 إلى 7 لاعبين، التحامات بدنية، قوة جسمانية حاضرة بهذه اللقطة. لكن بعد ذلك الكرة للهداف، هذا هو مصطفى هيثم صاحب الهدف الوحيد. مصطفى عدى، ومصطفى يبحث أمام أكثر من 4 لاعبين. شوف التمركز والعودة من أجل خلق المساحات. هذه كرة تنفذ بمنتصف الملعب، نقل الكرة، هذا راح، هذا عدى، لكنها تعود مرة أخرى على اليمين. انطلاق نحو الأمام الآن، زالت إلى خارج الملعب. هذا هو اللاعب بالرقم 4، اللاعب كرار محمد يلعب كرة من اليمين،
طالبة بهذه الكرة، لكن بعد ذلك تحولت على الطرف الأيمن لننتظر من خلالها بأنها غادرت إلى الحارس. عبد الرحمن كريم على التنفيذ، يتركها لزميله لينفذها بهذه اللحظة. ملعوب الكرة من اليسار الآن، خاطئة وصلت لمصلحة الكاظمية، هذا هو مؤمل علي، لكنها مقطوعة للآخر. قرار ميثاق، سريع الكرة، وأحمد حسين هو من يشتت الخطر، والرأسية الحاضرة بهذا التوقيت. الرأسية كانت موجودة والتدخل أيضا حاضر. الأوقات تمر، اللحظات تمر بهذه الأثناء، بهذه الدقائق. القوة الجوية لا زال متأخرا بنتيجة المباراة بهدف مقابل لا شيء. عودة مرة أخرى، والصافرة أيضا حضرت بهذه اللحظات. صافرة موجودة الآن، وبذلك المخالفة لمصلحة فريق الكاظمية الذي سجل هدفا بأول لحظات اللقاء، وأراد من خلالها أن يحافظ على هذا التقدم وأن يستمر في غاية البحث عن المزيد والمزيد من أجل الاطمئنان. فهي مباراة التتويج، لكن القوة الجوية هل تنبعث العراقة والتاريخ الكبير في قلوب هؤلاء الصغار؟ هل تنبعث الروح العالية والحماسية في قلوب لاعبين الصقور، أم للكاظمية كلام آخر، كلام ورأي آخر؟ لنشاهد، لنترقب أنا وإياكم بهذه اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول. دقائق شوط المباراة الأول لا زالت تمر، وبذلك الإبعاد الآن في منتصف الملعب. عودة مرة أخرى على اليسار، لكن بعد ذلك الانطلاقة للبحث عن خلق المساحات ضيقة، المساحات مغلقة. شوف التراجع الدفاعي، شوف الحنكة الدفاعية، وسلامات يوجد لاعب مستلقي على أرضية الملعب. سلامات للاعب فريق القوة الجوية، وعلى ما يبدو إصابة، يشكو من إصابة بالسلام. سلامات سلامة للاعب فريق القوة الجوية المستلقي على أرضية الملعب. أجواء هادئة، مباراة لهذه الفئة، نتكلم عن فئة البراعم تحت 14 عام، يعني تحتاج إلى شوية تركيز. هؤلاء الصغار لا زالوا في بداية المسيرة، لا زالوا في بداية الطريق، يعني طبيعي أن يكون الرتم هادئ، طبيعي أن تكون المباراة هادئة، لكن استغل فريق الكاظمية وسجل. هنا اللقطات أيضا حضور الجماهير، وبذلك الآن العودة لاستئناف اللعب. كرة تصل بهذه الأثناء على الطرف الأيمن، عالية أصبحت يحتاجون للسيطرة عليها، والرأسية اللي انطلقت، وبذلك لا زالت على اليسار. ها هنا الانطلاق لاعب فريق القوة الجوية موسى مهدي والتحضير بمنتصف الملعب، وهنا الكرة تصل الآن مرة أخرى. لنشاهد كم دقيقة ستكون وقت كبدل ضائع بهذه اللحظات، كم دقيقة بانتظار الطاقم التحكيمي، كم دقيقة كوقت بدل ضائع سيقدمها الطاقم التحكيمي، ولا زال تقدم لمصلحة فريق الكاظمية بهدف مقابل لا شيء. إذن كرة تعود الآن بالنسبة لفريق القوة الجوية، مخالفة من حكم اللقاء وفي عزت يؤكدها الآن، وبذلك هل ينتهي شوط المباراة الأول بتقدم الكاظمية، أم هنالك هدف بهذه اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول؟ على التنفيذ من هذه المسافة عباس حسن، المتخصص لتنفيذ الكرات الثابتة. عباس حسن من هذه المسافة البعيدة ومن دون تركيز مرت إلى خارج الملعب، بعيدة
من عباس حسن، وبذلك الكرة طالت إلى خارج الملعب. الوقت الأصلي انتهى، وأمامك عزيز المشاهد دقيقتين 120 ثانية على نهاية شوط المباراة الأول لهذه المباراة النهائية لفئة البراعم بين القوة الجوية ونادي الكاظمية. شوط أول قريب من النهاية، شوط أول قريب من نهاية أول فصول هذه المباراة. والكرة إلى رمية تماس، رمية جانبية الآن على التنفيذ من الجهة اليمنى بالنسبة لفريق الكاظمية. لا زالت قائمة وآخر لحظات شوط المباراة الأول. هدف أعطى الأفضلية من البداية، يعني الثقة اكتسبها فريق الكاظمية من أول 3 دقائق، اكتسبها نعم، بعد إضافة هذا الهدف اكتسبها لاعبين الكاظمية. لكن على ما أعتقد بتوجيهات من كلا المدربين سنشاهد شوط ثاني مختلف بإذن الله تعالى. سنشاهد شوط ثاني فيه المزيد من الأهداف، فيه المزيد من الأحداث والهجمات الشيقة. هذا ما نتمناه، هذا ما نريده، هذا ما يتمناه مشاهدينا ومتابعينا وكل الحاضرين حتى بالملعب. انطلاقه لأحمد حسين من اليسار، أحمد حسين محاصر من كل مكان، والكرة إلى خارج الملعب. وقد تكون آخر هجمات شوط المباراة الأول، آخر لحظات وهجمات شوط المباراة الأول. فريق الكاظمية متقدم بفضل اللاعب مصطفى هيثم بنتيجة 1-0، وهنا يتقدم زميله بالرقم 8 على التنفيذ مصطفى أحمد، والكرة من اليسار، حكم اللقاء وفي عزة يطالب الآن باستئناف اللعب. آخر هجمة، ضربة ركنية لفريق الكاظمية تنفذ عالية لكنها إلى خارج الملعب للحارس عبد الرحمن كريم على التنفيذ. عبد الرحمن يتركها إلى زميله المدافع اللي يلعب كرة عالية ومعها صافرا لنهاية شوط المباراة الأول. لا تذهب بعيدا، استراحة قصيرة ثم العودة بشوط المباراة الثاني. ماذا سيفعل فريق القوة الجوية لتعديل النتيجة، وماذا سيفعل فريق الكاظمية للمحافظة على هذا التقدم؟ لا تذهب بعيدا، لنا عودة بعد استراحة قصيرة. هل ينجح بالتسجيل النيجيري توميو عبد سليم؟ توميو جول، هدف أول للزوراء عن طريق النيجيري. توميو يسجل أول أهداف اللقاء وسط فرحة جماهير الزوراء القليلة جدا في مدرجات هذا الملعب، لكن هذه الصغيرة أكيد تحتفل بهذا التقدم. توميو الذي وضع الكرة في زاوية وعبد سليم في زاوية أخرى. توميو يتقدم للزوراء ويسجل 9 أهداف مع نادي الزوراء ليكون هو هداف الفريق. أوسينيوم على عبد الزهراء، من سوف يصوب؟ السنغال على تصويبه. جول على عبد الزهراء. أي تصويبة، أي قذيفة في مرمى النوارس. يمزق شباك الزوراء بهذه التصويبة الذي لم يحسن التعامل معها جلال حسن.
توقع الكرة للخارج، لكن الكرة سكنت الشباك. اي تصويبة من علاء عبد الزهراء. شاهد 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 الدقة بالتسديد، شاهد الدقة بالتسديد من علاء عبد الزهراء. علي محسن الى منذر العلوي، منذر تمرير السجاد، سجاد الله على سجاد، مرور جميل من امام علاء عبد الزهراء. منذر للسجاد يحاول الان، وصلت لعلي محسن الى سجاد يصوب، والكرة الخطيرة جول 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 جول. تمريرات جميلة من لاعبي نادي الزوراء، وفي الأخير مراد محمد يبصم ويصادق على هذه الكرة ويضعها في شباك نادي الميناء. سيطرة واضحة تماما لنادي الزوراء في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. سجاد الذي لعب الكرة بيسراه ووصلت لمراد محمد، لم يكن متسلل الذي وضع الكرة في شباك نادي الميناء. وعبد سليم حماد ولاعبي نادي الميناء رأوا الكرة تدخل للشباك كما رأيناها نحن المشاهدين والمتفرجين هناك. تمرير الآن، الله، قيثارة 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 قيثارة. بسام الرسام عبر الحدود بهدف، عبر الحدود بهدف. والقيثارة طبعا في ليلة التتويج، في ليلة الفرح، في ليلة القبض على الدرع، بسام شاكر، بسام بيسارية شرطاوية برازيلية. الله 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 الله، لاحظ تونسي إلى عراقي وبسام شاكر. الله يا بسام، الله، عالمي عالمي عالمي، بهدف هدف 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 على طريقة نجم برشلونة يامال. الله، شنو الجمال، شنو الجمال يا بسام يا الرسام. الرباعية على التوالي، قيثارة، داود 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 داود، وجول لداود، محمد داود محمد داود محمد داود. ثاني للشرطة، ثاني للقيثارة. قيثارة يا أبطال، دقينا غارة والغيرنا ما يروح الدرع حتى الصدى. الشرطة، الله الله الله، بدأت الأفراح. مناف، يونس، واللقطة الجميلة، لكن شوف الخطأ، شوف الخطأ الكبير المرتضى. جمال، وهدف في غاية الجمال لداود، محمد داود محمد داود محمد داود طبعا هدف الرابع، هو موسم الرابع وهذا هدف الرابع. هو سجل طبعا على ديالا والطلبة والنفط. محمد داود بهدف ثاني للشرطة في الشوط الثاني من أجل التقليص. عالية الكرة والرأسية، وهدف هدف 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 للحدود يقلص الفارق. رأسية كانت ربما سيف كريم، لاحظ لاحظ لاحظ، والرأسية وهدف سيف داكوستا لعب الكرة وسيف كريم. لاحظ بغداد العاصمة، بغداد الحبيبة، بغداد خضراء. هاي المواس، هاي العقيد، هاي العقيد، هاي العقيد بهدف جديد، هو البرازيلي لوكاس سانتوس. ثالث للشرطة، ثالث للقيثارة في ليلة التتويج، في ليلة الفرح. ثالث للشرطة،
عن طريق البرازيلي. ايه الرباعية التاريخية والثلاثية بالنتيجة. شوف هل هناك شيء بهذه اللقطة؟ لا وجود للراية من سوري لبرازيلي اللي يلعب على المرتدات، اللي يبحث عن اي ثغرة، عن اي مساحة. هذه خطيرة والله. الله الله الله، تكمل بهدف، تكمل بهدف. نعم 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 نعم، البرتقالة تثمر من جديد. ديالا فريق لم يأتي ليكمل عدد، بل من أجل البقاء مع الكبار، والبقاء تحقق، لكن الكبرياء مستمر. وأي هدف وأي كرة، أعطينا إياها يا مخرج خلينا نشوف. كان محظوظا اي نعم، لكن هكذا هي كرة القدم، تعطي لمن يعطيها. لم يفقد الأمل منذ البداية. شوف التمريرة الذكية، شوف الكنترول، لم يكن بالصورة المثالية، لكن حارس المرمى مجتبى يلعب بالنار. وهنا يتلاعب كما يحلو له، يمر كما يريد، يسجل. نعم نعم، هدف أول جميل، هدف أول جميل بالنسبة لديالا. شوف المرور، وشوف التلاعب، وشوف الفينش، وشوف المتابعة. نعم هو علام حسن، علام حسن يسجل أول أهداف هذه المباراة بالدقيقة 22. شوف هو اللي قدم، هو جعل مدافعون فريق نفط البصرة في دربكة، وهنا حضرت الدربكة وفقد التركيز. اياد عبد فرحان، اياد اللي يغير اللعب، هذا هو زيكي يحاول. الله يا ساتر، يا ساتر، اي تصويبة واي هدف. نفط البصرة بهدف للتاريخ، بهدف عالمي. نعم نعم، البديل الناجح زيكي في وقت الظلام أضاءت شرارة الجنوب من قاع الجدول، يخرج صوت الفرسان. وأي هدف وأي تصويبة، اعطيني إياها يا مخرج، خليني استمتع، خليني أشوف، خليني استمتع بهذا الهدف. شوف مرر له، شوف هو اللي خلق المساحة لنفسه، هو اللي تحول. هوب، هدف جميل، هدف جميل جميل يا زيكي من ثاني لمساته. علقها بالزاوية 90. وأي تصويبة يا زيكي، بذلك يسجل هدف التعادل بهذه المباراة، وأيضا يسجل ثالث أهدافه هذا الموسم لنفط البصرة. إسماعيل هدف ثاني بالنسبة لنفط البصرة من ركلة الجزاء. التوغولي إسماعيل أورو يسجل ثاني أهداف نفط البصرة و10 أهداف هذا الموسم. ويحتفلون لاعبين نفط البصرة، انقلبت الطاولة، انقلبت الأمور. نعم، هدف من الممكن أن يغير الكثير والكثير. وهنا التصويبة اليسارية الجميلة اللي سجل من خلالها إسماعيل أورو اللاعب التوغولي ثاني أهداف نفط البصرة. أي جنون وأي إثارة وأي حماس وأي ندية وأي مفاجآت وأي قصص. هذا هو دور الكبار، هذا هو دور النجوم. وفرصة لهدف التعادل لديالا محمد خالد شفار. نعم، هدف التعادل لديالا، هدف التعادل لأبناء مدينة البرتقال. وفي أجواء الصيف الحارة لابد أن تنعش الجسد بالبرتقال، وفي دورينا لا يحلو الموسم إلا بوجود البرتقالي. وهدف التعادل من ركلة الجزاء يسجل محمد خالد شفال، وبذلك يصل لهدف الثاني هذا الموسم وثاني أهداف هذه المباراة. والحارس بزاوية والكرة بزاوية، مباراة فيها 4 أهداف يتقاسمها الفريقين. أي جنون وأي إثارة وأي حماس وأي ندية. هذا هو دور النجوم، دوري نجوم العراق. والدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول لحساب الجولة 37 ما قبل الأخيرة تنفذ.
أول أهداف المباراة بهدف أول لنادي كربلاء للعميد. يأتي أول أهداف المباراة من كرة ثابتة فعلها حسن حمزة يدون أول أهداف اللقاء لنادي كربلاء. شاهد وضع هذه الكرة وين بعيدة على الحارس جدا بهدف أول لنادي كربلاء بأول أهداف المباراة للعميد الكربلائي من اللاعب حسن حمزة يدون أول أهداف اللقاء بالدقائق الأولى من المباراة بكرة ثابتة أسكنها الشباك في الزاوية البعيدة على الحارس وليد عطية. جاد الله يلعبها وهنا التصويبة هنا الهدف. الله جاء هدف التعادل من سامهين البوركيني يسكنها الشباك ويرفض الاحتفال يعدل نتيجة المباراة لنادي النفط من سامهين يعدل نتيجة المباراة. شاهد هنا التمريرة هنا المرور بالوليد كريم إلى حسام ويأتي سامهين ليضعها في المرمى ويعدل نتيجة المباراة لنادي النفط. يرفض الاحتفال أمام فريق السابق بعد أن عدل نتيجة المباراة. هدف التعادل وهنا تنفذ الكرة عدت ممكن أن يكون الثاني. الله هنا يأتي الهدف الثاني من الجناح الطائر فعلها مشتاق طالب. نعم جماهير كربلاء مشتاقون لأهدافك يا مشتاق. والهدف الثاني لنادي كربلاء بثاني أهداف المباراة بعد هذا المرور هذا الأسيست الجميل. هل كان مشتاق متسلل باللقطة الماضية؟ لا، بل ترك تلك الكرة مصطفى راضي لمشتاق أتى من الخلف. شاهد هناك من خلف المدافع جويل ليسجل الهدف الثاني في المباراة لنادي كربلاء وتصبح نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف حتى الآن لهذه الكرة الثابتة. تلعب من أحمد صبري لستار. ستار لأحمد صبري عدت هنا تحت العرضية وهنا الراسية. جاء الخبر السعيد وعادت بهدف التعادل. حسام جاد الله أجادها. نعم وضعها في الراس من حسام جاد الله خلف يسجل هدف التعادل يجيدها ونعم ويسكنها في شباك كربلاء بهدف ثاني لنادي النفط وهدف العودة هدف التعادل من حسام جاد الله. هنا العرضية من أحمد صبري إلى حسام ليسجل هدف بالراس بطريقة جميلة ليعلن عن خامس أهداف هذا الموسم. هو بعد أن سجل في شباك نفط البصرة والقاسم وأربيل هدفين هنا يسجل في شباك نادي كربلاء ويعدل نتيجة المباراة. أوس محمد أضاعها هنا كرة جول 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 جول. نعم يا أحمد صبري هنا يا أحمد صبري وكأن عادل نعمة يقول خلاص قد نفذ صبري وجاء أحمد صبري بهدف ثالث في المباراة. تغيرت الأمور ارتدمت بالقائم ودخلت المرمى بهدف ثالث هنا لتصبح ريمونتادا لنادي النفط. شاهد هذه الإعادة بنقلة من أحمد صبري في القائم الأيسر ومن ثم في شباك الحارس عبد العزيز عمار بهدف ثالث في المباراة من البديل هنا من أحمد صبري. لن يلمسها أحد بل لامست القائم الأيسر ودخلت المرمى لتعلن عن ثالث أهداف المباراة. نجح به النفط ما لم ينجح به نادي كربلاء ليعلنون عن ثالث أهداف المباراة كأنهم يريدون أن ينهون آمال العميد بهذا الموسم. لهذه الركنية تنفذ من أحمد صبري والكرة بالراس. الرابع ماذا هناك؟ حكم المباراة ماذا يشاء؟ الله أشار لها الحكم المباراة حامد علي. نعم ووليد كريم الذي أعلن عن رابع أهداف المباراة
من وليد كريم يسجل رابع أهداف المباراة. هذا هو وليد. هنا الركنية تنفذ من أحمد صبري ووليد كريم بالراس هنا في العارضة ومن ثم في المرمى لتعلن عن رابع أهداف المباراة بهدف رابع بالوقت القاتل. وليد كريم من القائد كأنه يتحدى بهذه الظروف القاسية. نادي كربلاء لا يتهاون ويسجل هدف رابع في المباراة لتصبح ب4 أهداف بريمونتادا قاتلة 4-2. عدت هنا عند اللاعب المدافع علي فائز. سرهنج مصن بهذا الخطأ. سرهنج هنا الهدف الأول. علي لطيف. هذا هو اللطيف يفتتح التسجيل. نعم غلطة مرة أخرى مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي نجدد التحية مرة أخرى. وصلنا لشوط المباراة الثاني بعد نهاية الفصل الأول. الآن 35 دقيقة متبقية لمعرفة من هو البطل، من المتوج بهذه المباراة النهائية. الدوري العراقي لفئة البراعم تحت 14 سنة ما بين الكاظمية وما بين فريق القوة الجوية. شوف المرور الجميل والتسديدة لكنها مرت إلى خارج الملعب. أيضا نذكر بأن نتيجة اللقاء هدف مقابل لا شيء لمصلحة فريق الكاظمية. بأول لحظات اللقاء سجلها اللاعب مصطفى هيثم، وشاهدنا بعدها سلسلة من الفرص والوصول لأكثر من مرة للقوة الجوية لكن لم يسجل من خلالها هدف التعادل. طاقم التحكيمي بقيادة الحكم الأول وفي عزت يطلق صافرة بداية شوط المباراة الثاني، ويساعد هارون رشيد ويساعد كذلك أمير خالد، وأيضا الحكم الرابع عباس فاضل من المحافظة أو من العاصمة بغداد. عباس فاضل من أوائل التربية البدنية وعلوم الرياضة، هو حكما رابعا لهذه المباراة. بالموفقية لكل حكامنا لطاقمنا التحكيمي بمستقبلهم القادم، ولكل من يعمل من أجل الوصول وأن يضع اسمه ضمن أسماء المنظومة الرياضية، إن كان حكما إن كان لاعبا إداريا مدربا بأي صفة كانت. إذن مرة أخرى وأنا وإياكم لمشاهدة شوط المباراة الثاني. هذه للكاظمية. انطلاق الآن من اليسار العرضية لكن سهلة بأحضان حارس المرمى الحارس عبد الرحمن كريم. مباراة نهائية لا زالت لم تكشف عن كل تفاصيلها، لا زال هنالك الكثير والكثير من أجل معرفة ما هي مفاجآت هذه المباراة. حكم اللقاء وفي يؤكد الصافرة، وهنالك لمصلحة القوة الجوية على يسار الشاشة بالألوان الزرقاء، وعلى يمين الشاشة نادي الكاظمية بألوانهم البيضاء الذين وضعوا بصمتهم الأولى بأول لحظات ودقائق اللقاء. ملعب نادي أمانة بغداد هو اللي يحتضن أجواء هذه المباراة النهائية. آخر فصول هذا الموسم حتى على مستوى دوري نجوم العراق. اليوم هي ليلة الختام ومشهد الختام. كل الأمور انتهت ونحن قريبين للدخول بإجازة لكل اللاعبين من أجل بداية موسم جديد، لبداية حكاية أخرى لكل فصول الدوريات. دور النجوم، دور الممتاز، درجة الأولى الثانية الثالثة، فئات العمرية، كرة الصالات، كرة اليد، كلها ستعود عودة واحدة وستكون عودة ميمونة بإذن الله تعالى. كرة الآن لعب خطر ورفع القدم وهنا التدخل. توجيهات أيضا حاضرة. نتكلم عن الكادر الفني لنادي القوة الجوية بقيادة المدرب ثائر صبار، لاعب سابق في القوة الجوية وأيضا لعب لمنتخب الشباب والمنتخب الأولمبي بموسم 1994 اللي استلم هذا الفريق قبل 8 أشهر. كرة تصل الآن بمنتصف الملعب، نقلة من اليسار والتشتيت، اصطدت وغيرت مسارها، لا زالت لم تغادر. بعد ذلك الآن
خطأ فادح يرتكبه وتصل للكاظمية الآن. محاولة وتشتيت الخطر، تصل طلاقة نحو الأمام للقوة الجوية. هنا المحاولة، هنا البحث بعد حضور التغييرات وإجراء التبديلات، بإضافة هنا الدماء الجديدة من أجل تنشيط الفريق. لكن الكرة تصل على اليسار بالنسبة للقوة الجوية. انتظار مرة أخرى، تمريرة لا زالت عالية، لكن قطع الكرة وقراءة الأفكار بصورة مميزة. لا زالت الكرة الآن، هذا هو الهداف، هذا هو الخطير، هذا صاحب الهدف الوحيد. يمرر تمريرة ذكية. هل هنالك راية؟ نعم نعم نعم، هنالك راية، ووقع في مصيدة التسلل، وبذلك الراية حضرت بهذا التوقيت. تكلم أيضا مشرف فريق القوة الجوية الكابتن سامي شبيب، شقيق الحكم الدولي سمير شبيب، وعم المدرب محمد سلمان، وأيضا لاعب منتخب سابق. مدير الفريق حياد أزهر يساعد المدرب ثائر. هنالك ناطق هاشم وعلي هاشم، وهنا الكرة لكن الإبعاد إلى خارج الملعب. تكلم أيضا عن نادي الكاظمية بقيادة المدرب عباس جميل، أكاديمية فييرا صاحب إنجاز 2007، المدرب البرازيلي، هداف الفريق كما أكد لكم مصطفى هيثم. و15 مباراة هذا الموسم، تعادل في مباراة واحدة وفاز ب14 لقاء، يعني ولا خسارة حتى هذه المباراة النهائية، ولا خسارة. هنا الكرة من بعيد تنفذ وبعد ذلك إلى خارج الملعب. أما نتكلم عن نادي القوة الجوية اللي لعب 15 مباراة، تعادل واحد وخسارة واحدة. الخسارة الوحيدة كانت أمام الغريم التقليدي نادي الزوراء بنتيجة 2-1. هذه الأرقام وهذه الإحصائيات. نادي الكاظمية مساعد المدرب عباس جميل. تكلم عن علي ماجد وناطق حداد. كرة تصل من الطرف الأيمن الآن، المعلومات الكاملة اللي أصبحت بصورة واضحة أمامك عزيزي المشاهد. لكن مباراة اللقب، مباراة الذهب، لا زالت قائمة بين الفريقين. من هذه اللحظة تبدأ أولى الصفحات، ونتكلم عن أي صفحات؟ هي أول صفحات المجد في حياة جيل جديد مع الكرة العراقية. هنا نهائي الحلم، دوري تحت 14 عام، حيث الطموح أكبر من الأعمار. والقوة الجوية الآن مقطوع الكرة على اليسار، وبعد ذلك مرة أخرى تعود طلاقة، لا زالت قائمة، محاولة نحو الأمام، قطع الكرة على مرة. الله 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 الله، يتلاعب وبعد ذلك يمر، والدربكة والتدخل. ليس هنالك ركلة جزاء، وفي عزة قريب من الحالة ولا يؤكد ركلة جزاء. ليس هنالك الصافرة، لم تحضر بهذا التوقيت. والكرة من اليسار، بعد ذلك العودة وإلى خارج الملعب. هي رمية جانبية الآن بألوانه الزرقاء. القوة الجوية التي تشبه لون السماء يبحث عن تتويج، يعانق تطلعات مدرسة عريقة لطالما صنعت الأبطال، وهنا نفس الطريقة كانوا قريبين أن يقعون بالمحظور. الكاظمية هذا الاسم العريق القادم من مدينة الضياء والولاء، يريد أن يكتب التاريخ بقلم ناشئيه. مباراة لا تقبل القسمة على اثنين أبدا. من سيرفع الكأس؟ من سيبدأ كتابة المجد في أول سطر لهذا الجيل الجديد؟ إذن الكرة من اليمين الآن، وتدخل، ليس هنالك صافرة، استمرارية اللعب، يعطي مبدأ إتاحة الفرصة، لكن لا يوجد مخالفة، لم تحضر المخالفة من الأساس. وكرة من اليسار مستخلصة الآن لمصلحة فريق الكاظمية، عادت للجوية الآن. الصقور يبحثون عن التحليق بأرضية ملعب نادي أمانة بغداد. صقور يريد أن يحلق لتتويج جديد، والكاظمية يريد أن يضع بصمة بهذا التتويج، لكن لم تنتهي الأمور. ثاني لا، الثاني لا، والحارس يتدخل، ولا زالت. الله 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 الله، جول ثاني الكاظمية، حلوة وقوية. نعم، أبناء الكاظمية يسجلون ثاني الأهداف ويريدون اللقب مهما كلف الأمر.
مهما كلف الأمر يريد اللقب، يريد التتويج. الأخطاء لا زالت مستمرة بالخطوط الدفاعية، وهذا ما كلفهم هدف ثاني لمصلحة الكاظمية. الله الله على اللقطة وعلى روح عالية وعلى مستوى مقدم بهذه الليلة. ضربتين، هدفين كما نقولها بلهجتنا العامة، ضربتين على الراس توجع. ماذا سيفعل الآن ثائر صبار؟ ماذا سيفعل ثائر صبار؟ هل يعود بالنتيجة أم يبقى للكاظمية هذا الكلام؟ هدفين مقابل لا شيء. الأمور أصبحت أصعب، الأمور تعقدت نسبيا بالنسبة للقوة الجوية. كرة من اليمين الآن، السرعة الحاضرة، وبعد ذلك المخالفة يؤكدها الحكم وفي عزت. كرة بالمنتصف، انطلاقة نحو الأمام، قوة الجوية، والكرة تصل من اليسار الآن. لا زالت المحاولة، والآن هل يحتاج إلى الثقة؟ فريق القوة الجوية يحتاج إلى الثقة بهذه الأثناء، يحتاج ألا يفقد الأمل لأنه لا زال هنالك متسعا من الوقت. شوف التدخل والصعب في لحظات. هنالك تغييرات قادمة، سيجري تغييرات مدرب القوة الجوية. ثائر صبار، التغيير القادم هو اللاعب مصطفى علي. كرة تصل الآن بمنتصف الملعب، انطلاقة نحو الأمام، القوة الجوية. الله على التمريرة، لكن عملية قطع الكرة حاضرة بهذا التوقيت. انطلاقة لا زالت الآن نحو الأمام. أحمد حسين إخراج الكرة بصورة مثالية، بصورة جميلة، لا زالت من الطرف الأيمن، لكن أصبحت سريعة الآن. والثالث قريب، والثالث قريب، والتشديد، تشتيت الخطر بعد تدخل اللاعب أمير بالكرة الماضية. هنا تغيير قادم، تغيير قادم للقوة الجوية. سيشارك اللاعب مصطفى علي عبود، وسيغادر زميله موسى مهدي. موسى مهدي يغادر ويشارك مصطفى علي. مستوى مميز يقدم اللاعبين، لكن إضافات الآن، تغييرات، دماء جديدة تضاف من أجل تنشيط الفريق. هذا ما يريده فريق القوة الجوية، وإن كان الفارق هدفين. الأمور صعبة أي نعم، لكن ليست بالمستحيلة. لا يجب أن ترفع الراية البيضاء. هنالك لاعب يشكو من إصابة، سلامات، لكن ينهض من أجل المتابعة. جماهير تؤازر، جماهير تشجع، جماهير عاشقة ومحبة لشعار الفريقين. هنا العاشق والمتيم بحب القوة الجوية، وهنا المرور الجميل، التلاعب الجميل، انطلاقة نحو الأمام، مقطوع الكرة. القائد يتدخل، وبعد ذلك الكرة تصل، تسديدة وإلى خارج الملعب. تسديدة قوية لكنها مرت إلى خارج الملعب، وتصل لحارس المرمى عباس حازم. عباس على التنفيذ، عباس حازم أو أحمد حسين. أحمد حسين هو من سينفذ هذه الكرة بتمريرة أرضية من اليمين، وبذلك العودة بمنتصف الملعب. تسليم الآن، انطلاق الآن، هل يفعلها القوة الجوية؟ لكن بسالة دفاعية حاضرة من الكاظمية، لكن هذه لا زالت قائمة الآن للأزرق. تمريرة لا زالت على اليسار، تبادل للكرات، اللعب بالكرات العالية والتسديدة القوية. تسديدة قوية جميلة، لكن شوف ردة الفعل من حارس المرمى عباس حازم. عباس حازم ليلعب الكرة سريعة بمنتصف الملعب. نقل الكرة الآن، أوقات تمر، لحظات تنقضي، ولا زال التقدم لمصلحة فريق الكاظمية. نشاهد الآن كرة بمنتصف الملعب، تغيير اللعب على الطرف الآخر، فيها مخالفة،
فيها مخالفة الآن، مخالفة لمصلحة فريق القوة الجوية اللي يحاول أن يعتمد على كراته. المباراة النهائية لدوري فئة البراعم تحت 14 عام. على التنفيذ الآن، خالف الآن للقوة الجوية تنفذ بهذه اللحظات. صافرة وفي عزة وصلت والكرة تنفذ سريعا الآن وإلى خارج الملعب. يحتاجون للتركيز، يحتاجون للتركيز فريق القوة الجوية. والكرة لحارس المرمى عباس حازم. عباس حازم، كرة اللي مرت وتحولت إلى الحارس عباس، يتركها لأحمد. على التنفيذ الآن أحمد حسين ينفذها بصورة سريعة، لا زالت قائمة الآن لهذا التوقيت. وهنا دوران مع الكرة بالنسبة لفريق الكاظمية. هذا هو اللي يبحث عن المرور علي هشام، لكن يخسرها علي هشام. والحديث لا زال حاضرا بهذا التوقيت من الجهة اليمنى، أصبحت عالية. الهدف وين؟ الهدف وين؟ لكن طالت الكرة وتدخل على حارس المرمى، تدخل على حارس المرمى عباس حازم. هنا الدقيقة 60. سلامات للحارس عباس حازم، حارس فريق الكاظمي. عودة لاستئناف اللعب بعد هذه عملية الاطمئنان على حارس المرمى، وبذلك عودة الآن. استئناف اللعب والكرة لمصلحة فريق الكاظمية، ملعوبة بصورة سريعة من الجهة اليسرى. نادي الكاظمية نادي دائما ما يكون ولاد للمواهب، وأيضا في فترة من الفترات ظهر على مستوى كرة الصالات. وهذه المرة من الجهة اليسرى، وحارس المرمى يترك مرمى، ومصطفى هيثم رفض الهدية. مصطفى هيثم رفض الهدية، لكن لا زالت النتيجة كما هو الحال. هدفين للكاظمية، القوة الجوية لا شيء. وأوقات المباراة تمر، أوقات المباراة لا زالت تمر وتنقضي، ولا زال القوة الجوية يحاول أن يبحث، لكن الكاظمية يريد نهاية الأمور. وبذلك الهدف الثالث، لا زالت الفرصة، لكن حارس المرمى عبد الرحمن كريم. وبذلك الكرة من اليسار أصبحت بمنتصف الملعب بالنسبة للقوة الجوية. تمريرة تصل بالمنتصف، حسين بلال يغير اللعب لزميل الآخر بعدما كانت طريق اللاعب عباس حسن، والصافرة تواجدت بهذه اللحظات. صافرة الآن على التنفيذ. ننتظر ونشاهد من سيكون البطل، من سيتوج بطلا اليوم. الكرة العالية اللي تصل وبعد ذلك إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. عودة للعب الآن بالحديث عن التتويج. أيضا حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم السيد عدنان درجال هو من سيشارك في التتويج بعد نهاية المباراة. كرة تصل الآن، تدخل على لاعب الكاظمية اللاعب أمير عباس. سلامات يا أمير. ننتظر العودة للتنفيذ. والكرة لمصلحة فريق الكاظمية.
هذا القائد عباس نعيم. عباس نعيم يلعب هذه الكرة العالية من اليسار، لا زالت قائمة، وبذلك الصراعات البدنية للوصول للحضور من أجل الهدف، من أجل العبور، من أجل التسجيل. هذه الكرة العالية داخل منطقة الجزاء الآن، وهذه المحاولة، لكن بعد ذلك تغييرات قادمة، إضافات قادمة، دماء جديدة ستضاف بالنسبة لنادي القوة الجوية. هنا الكرة من اليمين، وبعد ذلك إلى رمية تماس. هم التغييرات القادمة لفريق القوة الجوية. اللاعب محمد حيدر هو البديل القادم، وكذلك زميله عقيل لؤي. تغييرين على التوالي، عقيل لؤي ومحمد حيدر سيشاركون بهذه اللحظات. دقائق أخيرة تعتبر صعبة بالنسبة للفريقين، فريق متأخر بفارق هدفين وهو القوة الجوية. لكن نشاهد الآن كرة من اليمين، دخلنا باللحظات الأخيرة. مشاركة الآن يغادر لاعب القوة الجوية أحمد هشام. أحمد هشام يغادر، وهنا التغيير القادم. نعم، مشاركة للاعب عقيل، والكرة من الجهة اليمنى الآن على التنفيذ. تنفذ الكرة عالية الرأسية، وين والعارضة. الله 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 الله، شوف ردة الفعل حارس المرمى عباس حازم بتصدي جميل. ماذا هناك، ماذا هناك، أي رأسية وأي ردة فعل تمكن من التصدي لها بصورة جميلة. الله عليك يا عباس حازم، سلامات سلامات سلامات. هنا التحام ما بين اللاعبين، اللاعب القوة الجوية ولاعب فريق الكاظمية. تهدئة الأمور الآن، تهدئة الأمور الآن، قريبين من الدخول باللحظات الأخيرة، قريبين من الدخول بآخر لحظات اللقاء، وسننتظر أيضا الكرة لمصلحة فريق الكاظمية. حتى اللحظة الكاظمية هو البطل. والاستلام، شوف الاستلام، شوف الكنترول، لكن لم يستطيع المرور، لم يستطيع العبور. هنا التمريرة اللي تحولت بالنسبة لفريق الكاظمية، هنا النقلة، هنا التحضير. هذا هو مصطفى هيثم اللي استلم الكرة. مصطفى هيثم يحاول العبور الآن، تجاوز الأول والثاني لا، لم يستطيع المرور من الثاني، وبذلك الكرة تحولت إلى خارج الملعب. شاهد الآن لحظات الصعبة اللي يعيشها فريق القوة الجوية، لأنه متأخر بهدفين حتى اللحظة. أما الكاظمية ينتظر ويمني النفس بأن ينتهي الوقت بأسرع طريقة من أجل الذهاب إلى منصة التتويج، من أجل أن يكون بطلا جديدا بحساب الدوري العراقي لفئة البراعم. وإذن الضربة ركنية الآن، وعلى التنفيذ بهذه اللحظات، على التنفيذ بالنسبة للكاظمية. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، لكنها عادت على اليسار، لم تغادر. شوف الرغبة، لكن غادرت. هو سجلها من هذه الزاوية الصعبة، لكن الكرة غادرت، تجاوزت الخط. وبعد ذلك ضربة مرمى لحارس المرمى عبد الرحمن كريم. دقائق تمر ولحظات تنقضي، وأنا وإياكم يا من تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي ناقل الحصري لكل المباريات النهائية للفئات العمرية. هذه هي ليلة الختام بالنسبة لهذه الأعمار تحت 14 عام. وهنا الكرة عادت بعد ذلك فيها صافرا، وهنالك طاقمنا التحكيم تكلم عن الكابتن وفي عزت محافظة المثنى، وهارون من صلاح الدين، أمير خالد من السليمانية. وهذه الكرة اللي تلعب على الجهة اليسرى، وعباس موجود
عباس بالتشتيت، ولا زالت المحاولة والمطالبة. أوه نعم، هنالك الصافرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء للقوة الجوية، ركلة جزاء للصقور، فرصة لهدف تقليص النتيجة. هنالك يؤكدها الكابتن وفي حكم اللقاء، ركلة جزاء للقوة الجوية. الهدف هذا يعيدهم إلى المنافسة ويعودون من أجل قلب الطاولة. لنشاهد، لننتظر، لنترقب. هو على التنفيذ. نعم، اللاعب كرار ميثاق، كرار ميثاق يريد أن يصل لهدف رقم 15 هذا الموسم. كرار ميثاق وحارس المرمى عباس حازم. كرار ميثاق. صقور تبحث عن التحليق بأرضية ملعب أمانة بغداد بهدف للتقليص، بهدف لإعطاء الثقة. يلا يا كرار، هل يفعلها كرار أو يتصدى عباس حازم؟ كرار ميثاق، كرار ميثاق بنظرة التركيز، بنظرة ثاقبة من أجل الوصول، من أجل بداية مستقبل واعد، من أجل بداية طريق جميل. كرار ميثاق يناظر كرار، يتقدم كرار، كرار ميثاق يسجل للقوة الجوية. صقور الوطني بدأت بالتحليق من أرضية ملعب أمانة بغداد من ركلة الجزاء. يسجل كرار ميثاق هدف تقليص النتيجة. الآن ستعود الثقة وستعود الروح العالية في قلوب الكتيبة الزرقاء. لنشاهد، هل يبقى الكاظمية محافظا على هذا التقدم أم يكون للقوة الجوية رأي آخر؟ هل يعدل؟ هل يعود؟ هل يقلب الطاولة؟ أي مفاجآت، أي مفاجآت من الممكن أن نشاهدها. ممكن القوة الجوية يعود، ممكن الصقور تعود، وممكن الكاظمية هي من تسجل الهدف القادم. كل شيء وارد، هذه كرة قدم. ها سلامات. بطاقة صفراء تواجدت بهذه الأثناء وعلى التنفيذ الآن. من الممكن أن نشهد المفاجآت، من الممكن أن نشاهد المفاجآت. هكذا هي المباريات النهائية، المفاجآت بأي لحظة، قلب الطاولة بأي لحظة. هل يفعلون؟ هل القوة الجوية أم يبقى الكاظمية متقدم؟ لنشاهد، لنترقب، لننتظر. هذه كرة عالية للقوة الجوية الرأسية، وين وأحمد حسين يتدخل، وبعد ذلك الكرة إلى ضربة ركنية. كرات الثابتة هل يستغلها الأزرق، الموج الأزرق، التاريخ العريق؟ هل يفرض نفسه وبداية شرارة جديدة في قلوب هؤلاء الصغار، هؤلاء اللاعبين جيل المستقبل؟ يبحث القوة الجوية عن هدف العودة. عالية الكرة ومشروع المرتد الآن، مشروع المرتدات، مشروع الكونتراتاك. هذه كرة عدى، راح الغزال، راح الغزال، راح الغزال. أحمد 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 أحمد، والعودة الدفاعية لا زالت. شوف الصراع، شوف القوة، تسديد من بعيد لكنها إلى خارج الملعب. أي لحظات وأي أحداث اشتعلت بآخر دقائق اللقاء. أين كانت هذه الروح من البداية؟ أين كانت هذه الرغبة من البداية؟ أين كان هذا الإصرار منذ البداية؟ أي لحظات وأي ثواني يقدمها الفريقان. كرة تصل الآن على الجهة اليمنى، عودة لأحمد حسين اللي شتت الخطر بمنتصف الملعب. لا زالت المحاولة الآن، وهنا السرعة أيضا موجودة، وبعد ذلك على اليمين عملية التحضير، وبذلك الكرة تصل بالنسبة لفريق الكاظمية، لكن الأقرب حارس المرمى عبد الرحمن كريم. تنفذ الكرة وبعد ذلك يمين اليسار، لكن حضرت الصافرة. صافرة تواجدت بهذه الأثناء وفي عزة كم دقيقة أيضا سيقدم الطاقم التحكيم توجيهات من مدرب الفريق الكابتن ثائر صبار ليبحث بأن يعود
أوقات قليلة هي المتبقية، أوقات قليلة هي المتبقية. وهنا سريع الكرة تصل على اليسار، لا زالت قائمة بالنسبة لفريق الكاظمية، فقد التوازن. عادت الكرة مرة أخرى، هذا انطلق هذا عدى ويتلاعب، لكن الصافرة تواجدت، والبطاقة أيضا حضرت على لاعب فريق الكاظمية، لاعب أمير عباس ملقب أمير الهندي، تلقى البطاقة الصفراء، وبذلك الكرة تعود بمنتصف الملعب. عادت على اليسار للخط الدفاعي الآن للقوة الجوية، ثوانيه ولحظاتها الأخيرة، وكرة تصل بهذه اللحظات، نقلات سيبحث من خلالها، لكن الكاظمية لا زال لم يفقد الشغف، لم يفقد الروح، لا زال يطمح للمزيد والمزيد، لا زالت الرغبة موجودة. وهنا مصطفى هيثم يقاتل من أجل الوصول إلى كرة، لكن هنا الخط الدفاعي، نتكلم عن اللاعب برقم 17 حيدر عباس. كرة تصل الآن من اليمين، والانطلاقة نحو الأمام، صراع من أمير عدى، لكن القائد هو الأقرب، هذا حسين بلال. عودة مرة أخرى لمصلحة فريق القوة الجوية بمنتصف الملعب، تصل على طرف الأيمن، تحضير لا زال، وبذلك أحمد حسين يتدخل. كنت متسرعا، استعجال وتسرع واضح، وهنا الكرة للجوية، لكن على ما أعتقد بعيد نعم، بعيدة، غادرت بهذه اللحظات. لحارس المرمى الآن، يتركها لأحمد حسين، هو المتخصص لتنفيذ هكذا كرات ملعوبة سريعة الآن من الجهة اليمنى وبمنتصف الملعب. مصطفى يحاول، مصطفى يثابر، مصطفى انطلق، مصطفى راح، مصطفى يحاول، أقفلت الرواية وانتهت الحكاية. الكاظمية يسجل ثالث الأهداف، هكذا هم أبناء الكاظمية. نعم، هدف جميل، هدف رائع، وبذلك الآن يظهر فريق الكاظمية ويسجل من هنالك مصطفى أحمد ثالث أهداف الفريق. مصطفى أحمد يسجل ثالث أهداف فريق الكاظمية، والنتيجة الآن 3-1 الآن، وبذلك الكاظمية وضعوا قدم للتتويج. لا يجب أن ننسى، لا يجب أن تنسى بهكذا إحصائيات، بهكذا مباريات، نادي الكاظمية بهذه اللحظات يقدم مباراة كبيرة الآن. وهنا لا زالت أيضا الكاظمية اليوم، فريق الكاظمية تحت 16 سنة سيواجه فريق الطلبة بالدور النصف النهائي. طلبة والكاظمية اللي تحت 16 سنة، لكن هنا تحت 14 سنة الكاظمية 3، القوة الجوية 1. مباراة فيها 4 أهداف، مباراة فيها الطموح، فيها المجد، فيها بداية طريق جديد، لكن الكاظمية استغل الفرص، الكاظمية سجل الأهداف، وبذلك 3-1 نتيجة اللقاء. لا زال بالانتظار الآن، الأوقات تمر والثواني تنقضي، ولا زال البحث عن أمل حتى وإن كان صغير بالنسبة لفريق القوة الجوية، لكن هل يكون الوقت بصالحهم؟ لنشاهد هل الوقت بصالح قوة الجوية؟ الفارق هدفين حتى اللحظة، والكرة تلعب بهذه الأثناء. كرة من اليمين الآن ملعوبة، ولكن أحمد حسين. الكاظمية 3، القوة الجوية 1، ولا زال البحث عن المزيد
لنهاية الأمور. وهنا تشتيت الخطر لكن لم يصل بالصورة الكافية. انطلاقة من اليمين، الرابع جاي، الرابع جاي، الرابع جاي، الرابع جاي، الرابع جاي، والكرة اصطدت ولا زالت الكاظمية يريدونها بالأربعة، يريدونها بالأربعة لكنها بعيدة هذه الكرة، بعيدة الكرة. لم يتبقى إلا القليل، دقيقة ونص على نهاية هذه القمة، وبعدها سنذهب لمنصة التتويج بحضور رئيس الاتحاد العراقي السيد عدنان درجان، ومن سيشارك بتوزيع الجوائز وتتويج الفريق الفائز وبطل هذا الدوري. تغيير قادم بالنسبة لفريق الكاظمية بالرقم 29. إجراءات تغييرات من المدرب عباس جميل، وهنا إضافة اللاعب أحمد رعد. أحمد رعد هو من يشارك بالرقم 29. تغييرات، إضافات من أجل إعطاء الفرصة لكل اللاعبين، وبذلك المخالفة الآن ممكن يفعلها فريق الكاظمية ويسجل هدف آخر والرأسية، لكن دربكة دفاعية كانت موجودة. هذا هو عباس قائد الفريق. عباس يحاول، عباس نعيم، عباس يدور، عباس يتلاعب، وهنا التمريرة من اليسار. عباس دخول، الله عليك الله عليك، لكن تأخر، والكثرة تتفوق على المهارة يا عباس نعيم. كرة تعود الآن للخطوط الدفاعية اللي يبحث عن تشتيت الخطر. 4 دقائق وقت كبدل ضائع، انتهى الوقت الأصلي، و4 دقائق متبقية يا من تشاهدون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. هي 4 دقائق المتبقية. الله 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 الله، لكن أمام الآخر لا، أمام أحمد حسين لا، المرور ليس بهذه السهولة. نشاهد الآن، ننتظر الآن اللحظات الأخيرة والأمور تقريبا حسمت. الفارق هدفين لفريق الكاظمية. بعد دقيقتين من الآن تنطلق مباراة النصف نهائي ما بين الطلبة والكاظمية تحت 16 سنة، أيضا الموفقية للفريقين، وبذلك العرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية والمتابعة، لكن إلى خارج الملعب. مرت الكرة إلى خارج الملعب، ولحظات الختام. أبناء الكاظمية بطل جديد في دوري البراعم. تغيير قادم، أيضا تغيير قادم. استئناف اللعب، تصل الآن للقوة الجوية. كرة تعود إلى رمية تماس الآن. آخر لحظات اللقاء، آخر لحظات اللقاء، ووصلتنا الرسائل بأن الكاظمية انتصر على الطلبة 2-1 بالدور قبل النهائي لتحت 16 سنة. لم تبدأ، أعتذر تصحيح المعلومة، الطلبة والكاظمية تحت 16 عام انتهت بفوز الكاظمية 2-1، والآن الكاظمية الصغار تحت 14 عام قريب أو شبه انتهى الأمر، هو بطل لدوري الفئة البراعم تحت 14 عام. ولحظات على صافرة الختام للطاقم التحكيمي بقيادة الحكم الأول وفي عزت. تلعب الكرة الآن على اليمين، على التنفيذ الآن. الرمية الجانبية تلعب بصورة سريعة من الطرف الأيمن، لكن هنا تعود، هنا انطلاقة، هنا للقوة الجوية، يبحث عن هدف ثاني، يبحث عن الهدف الثاني، لكن الكرة اصطدت وإلى ضرب ركنية. تغيير قادم، تغيير قادم لفريق الكاظمية. حيدر وسام،
حيدر وسام هو البديل القادم، ويغادر اللاعب محمد صادق. محمد صادق برقم 10 يغادر ويترك مكانه لحيدر وسام، وبذلك تلعب الضربة الركنية ولا زالت قائمة بالنسبة للقوة الجوية. تمرير الآن على اليسار، ابتكاك الكرة، البحث عن مرتدة، البحث عن هدف آخر، لكن عملية السحب موجودة والصافرة والمخالفة لمصلحة فريق الكاظمي. يحاولون وبدأت الأفراح، بدأت الأفراح بالنسبة لفريق الكاظمية، بدأت الأفراح. وهنا الكرة على اليمين لا زالت لم تغادر للكاظمية، آخر اللحظات وآخر الهجمات، وبانتظار لحظات التتويج. الأفراح على دكة البدلاء وآخر هجمات اللقاء. الآن الكرة لفريق الكاظمية. إذن آخر اللحظات عم تشاهدوا معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، ناقل الحصري لكل النهائيات للفئات العمرية، بعدما كانت هنالك كل تغطيات حاضرة للميناء والجوية والميناء أمانة بغداد. وهنا النهاية، وهنا أقفلت الرواية. الكاظمية أبطالا لدوري تحت 14 سنة على حساب القوة الجوية بنتيجة 3-1. مبارك لأبناء الكاظمية. شوف دموع الفرح وشوف لحظات المشاعر الحساسة. هنالك سطر جديد يكتب بأقدام هؤلاء الصغار، وبذلك نشاهد أيضا هنالك بطاقة قادمة، ولكن احتجاجات لم تنفع، انتهت الأمور. مبارك للكاظمية، هارد لك لفريق القوة الجوية. احتجاج وحديث، لكن لا يسعنا أن نترككم مشاهدينا متابعينا ثم العودة إلى منصة التتويج لاستكمال إجراءات تتويج فريق الكاظمي.
الآن وصلنا لمنصة التتويج. تفضل بداية طاقم التحكيمي للحصول على الميداليات التذكارية. والآن يتفضل صاحب المركز الثاني نادي القوة الجوية. القوة الجوية على منصة التتويج للحصول على الميداليات. هارد لك لهم، قدموا مباراة كبيرة ووصولهم للمباراة النهائية بحد ذاته إنجاز. يعني 15 مباراة، خسارة واحدة كانت أمام الزوراء بنتيجة 2-1، وتعادل واحد. 13 مباراة فاز فيها فريق القوة الجوية، لكن الكاظمية ب 16 مباراة بالعلامة الكاملة كلها انتصارات سوى تعادل واحد. والآن لحظات على تتويج البطل. لاعبين القوة الجوية تقدمون للحصول على الميداليات التذكارية. أصحاب المركز الثاني وصيف دوري الأشبال بالوصافة أن تصل وبذلك ننتظر الآن. هنا لاعبين نادي القوة الجوية. نعم، بداية الطريق، حتى وإن كان هنالك حزن على وجوه اللاعبين، لكن هذا هو بداية الطريق. لا زالوا لاعبين صغار، لا زال ينتظرهم مستقبل واعد، لا زال أمامهم الكثير والكثير. هذا هو بداية الطريق. يجب أن تتعثر، يجب أن تتعرض للخسارة، وبالأخير هي كرة القدم، فيها فوز وفيها خسارة، وبالتأكيد ستعوضون بالأيام أو بالسنوات القادمة. المواهب هؤلاء هم جيل المستقبل، مواهب القادمة للكرة العراقية، سيمثلون الأندية ومنتخباتنا الوطنية لكل فئاتهم. وبذلك الآن لاعبين القوة الجوية حصلوا على الميداليات، والآن أيضا سيحصلون على الكأس.
وبعدها الوصول والحصول على درع دوري الأشبال تحت 14 عام بالنسبة لفريق الكاظمية. نشاهد وننتظر، هي لحظة الختام وأجمل لحظة بهذا اليوم، استلام درع الدوري. الاهتمام بالفئات العمرية، الاهتمام بالفئات العمرية هو ما يولد لك منتخبات قوية ومستقبل زاهر بكرة عراقية خالصة جميلة. بتمنياتنا لكل اللاعبين أن يطورون أنفسهم بالسنوات القادمة وأن يستمرون بالعطاء وتكثيف التمارين والتركيز على كرة القدم بكل تفاصيلها. وبذلك هنا التقاط الصور التذكارية التقاط الصور التذكارية، وبعدها سيصل النبأ السار، سيصل الخبر السار. الدرع وصل، الدرع وصل إلى أبطال الدوري، وهنا اللقطة نعم الكاظمية بطلا لدوري الأشبال تحت 14 عام على حساب القوة الجوية بنتيجة 3-1. وهنا الفرحة، هنا الاحتفال، أبطال الدوري. مبارك للكاظمية، مبارك لكل لاعبي الكاظمية، وهارد لك للقوة الجوية. أرجو أن تكونوا فقط على التعليق على هذه المباراة. تقبلوا تحيات المعلق حسين سمير، ونوافيكم ونلتقيكم بمواعيد أخرى، وإلى اللقاء.